بالمغرب والجزائر افضل منتخب بالنسبه لك انت؟ المغرب. شبدأ واضحين، ما الكره فيش عاطفه. اليوم المغرب، منتخب المغرب يوصل للدور نصف نهائي، انجاز رياضي مهم. الملاعبيه اللي موجودين لوساتور معناتها قاعدة موجوده، وبالعكس زادت كبرت وزادت مشيت لقدام. واقعيا اليوم هذا حسب التصويره الكل شنو تعطي. المغرب اليوم ولات عنده اكسبيريونس، ولات عنده سافوار فير، ولات عنده ثقه زاد، خاطر الثقه راهي مهمه. كنا بنحكيو على التراديسيون، انك عندك باش تنجم توصل ادوار متقدمه في كاس العالم، وتكون البلد العربي الوحيد اللي يوصل للدور نصف نهائي ويشيد به العالم. هذه في حد ذاتها معناتها تعطيه معناتها حافز معنوي مهم برشا. بالنسبه لي انا المنتخب المغربي اكثر فريق مؤهل. انا قلت لك حتى من اكثر من الناس اللي متنبأه انه المنتخب المغربي نجم يوصل للدور نصف النهائي. تراوشي مسابقه كاس افريقيا اللي باش تحتضنها المغرب باش تكون مقياس حقيقي لتقييم معناها مستوى هذه المنتخبات. تحكيو على المنتخب التونسي المصري المغربي والجزائري اللي باش يمثلوا القاره الافريقيه كمنتخبات شمال افريقيا في كاس العالم، باش تكون مقياس حقيقي لمستواهم والى اي مدى يمكن ان نمشيو في المونديال. اكيد عادل، اكيد، لانه كاس افريقيا يعني هي اكبر بطوله باش تصير قبل كاس العالم، والمنافسات تكون مباشره. يعني المنتخب التونسي ولا المنتخب الجزائري ولا المنتخب المغربي والمنتخب المصري دورهم انه يمشيوا يكونوا موجودين في المربع الاخير. ما دامك انت مترشح لكاس العالم باش تحاول انك تكون موجود في المربع الاخير. هوني نحكيو قبيله عادل على المنتخبات العربيه بتاع شمال افريقيا، تنساوش المنتخب التونسي مهما كان اللي احنا ما عندناش القوه نتاع المغرب والقوه نتاع المنتخب الجزائري والمنتخب المصري. شوف عدد السكان في الجزائر قداش، شوف عدد السكان في المغرب قداش، واحنا 12 مليون ساكن. عندنا مشاكل في البطوله، عندنا مشاكل تاع ملاعب. برغم هذا راهو انجاز المنتخب التونسي النتائج اللي حققها تبقى انجاز. من بعد نمشيو لبعيد على مستوى كاس العالم ممكن، وكنا نلعبوا مع منتخبات المغرب العربي، الجزائر والمغرب ومصر، نربحوهم وسيرين ماتشوات. حتى في الماتش ميكال مع المغرب كنا نجموا نخرجوا ماتش نول على الاقل ولا نماركيو. حبيت نقول لك عادل ما يسجل المنتخب المغربي. قادرين نحن نعملوا مفاجاه، وكاس افريقيا كما كنت تقول باش تكون يعني مناسبه ان المنتخب التونسي يتعدى الحافز النفسي مقارنه بالمنتخبات هذه. 4 منتخبات عربيه مغاربيه لاول مره في تاريخ المونديال موجوده في نهايه كاس العالم. من الافضل شكون نجم يمشي لبعيد عمر جمل في هذه البطولة؟ المنتخب المغربي وصل للمربع الذهبي في قطر في 2020، اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، المكسيك. من الأقرب بالذهاب بعيدا من هذه المنتخبات؟ ونتمنى يكون المنتخب التونسي طبعا. نتمنى أن تكون تونس، لكن نحكي مقارنة باللاعبين، بالجاهزية الفنية، بالإمكانيات الموجودة، بالعناصر اللي تلعب في أقوى البطولات. ما نختلفوش اثنين أنه الحقيقة المنتخب المغربي هو اللي